بعد إعفاء مصر لواردات الذهب من الجمارك تحرك جديد من دولة الكويت، فهل منعت الكويت خروج المصريين بالذهب ولا في شروط معينة؟ مجلس الوزراء طلع قرار في الأيام اللي فاتت بيعفي فيه المصريين في الخارج من جمارك الذهب علشان يشجعوا المصريين على شراء الذهب من الخارج وبيعه في مصر. ودلوقتي دولة الكويت كشفت عن إجراء جديد، واللي قالت إن المصريين المقيمين فيها لازم ياخدوا بيان من إدارة جمارك الشحن الجوي في مطار الكويت قبل السفر، وده بحسب اللي نشرته صحيفة الأنباء الكويتية. لكن يا ترى إيه سبب الإجراء ده؟ جريدة الأنباء الكويتية نشرت كلام عن مصدر مطلع قال إن في كميات كبيرة جدا من الذهب بدأت تخرج مع المسافرين من المطار خلال الفترة الأخيرة، وعلشان كده لازم يكون في التزام بالإجراءات الجمركية اللي بنتعامل بيها. الصحيفة نشرت وقالت إن السفر بالسبائك ليه معنى واحد بس، وهو إن المسافر حول كل فلوسه لذهب، وعلشان كده لازم يتم التعامل معاه جمركيا، وده علشان المسافر يحمي نفسه قبل أي حاجة. بس السؤال هنا، هيتم التعامل معاه إزاي في الحالة دي؟ الصحيفة قالت هنا إن المسافر لازم يجيب فاتورة تثبت ملكيته للسبائك دي، وبعد كده بيقدمها لإدارة جمارك الشحن الجوي قبل السفر ب3 أيام، وده علشان يثبت ايه اللي هياخده وقت سفره، وبعد كده ياخد البيان ويقدمه لمفتشين الجمارك، وبعدها هيكمل رحلته بكل سهوله ومن غير اي مشاكل. لكن هل في كميه محدده للسبائك اللي المفروض المصري يبلغ عنها؟ الصحيفه قالت ان اي سبائك ذهبيه سواء بكميات كبيره او صغيره لازم يتم الابلاغ عنها وتاخد بيان ليها. طب لو معايا خاتم او حلق هيتعاملوا برضه نفس معامله السبائك ولازم ابلغ عنهم؟ هنا بقى هتكون للاستخدام الشخصي، ومش في كل الحالات لازم تطلع بيان بيها، واحيانا ممكن تسافر بيها عادي من غير اي بيانات من اداره الجمارك، وده بقى بيتم تحديده على حسب الكميه. يعني لو واحده ست مسافره ومعاها كميات معقوله من المشغولات الذهبيه مش محتاجه بيان من الجمارك وممكن تسافر بيها عادي، لكن لو كانت الكميات مبالغ فيها هنا بقى لازم تطلع بيها بيان، وده بحسب اللي نشرته الانباء الكويتيه. وكملت وقالت ان السبائك بس اللي بندقق في اجراءاتها، وده لان المتعارف عليه انها عمليه تحويل الفلوس لذهب. طب ايه تاثير مباراه اعفاء واردات الذهب من الجمارك على الاسعار في مصر؟ خلال الايام اللي فاتت حصل انهيار في اسعار الذهب وسعره انخفض باكتر من 600 جنيه، والاهم ان في توقعات باستمرار الانخفاض خلال الاسابيع اللي جايه، وخصوصا ان المبادره فيها اعفاء من الجمارك والرسوم، والمواطن مش هيدفع غير ضريبه القيمه المضافه بقيمه 14% من سعر المصنعيه على كل جرام. طيب هل في كميه محدده لاعفاء الذهب من الجمارك؟ الاجابه لا، الحكومه سابت السقف مفتوح، واي مصري نازل مصر يقدر يجيب كميه الذهب اللي عايزها سواء كانت سبائك او جنيهات او مشغولات ذهبيه. ودلوقتي بقى قول لنا ايه رايك قانون الجمارك الجديد؟